قبل ما نبدأ الحكاية، لو بتحب قصص الصحابة اللي بتخليك تعيش التاريخ وتحس بكل لحظة، يبقى اشترك في القناة وفعل الجرس. كل لايك منك بيفرق معانا ويوصل الفيديو لناس أكتر، فساعدنا نكمل المشوار ده سوا. في شوارع مكة زمان كان فيه شاب اسمه دايما على لسان الناس، مش علشان علم أو شجاعة، لا، علشان أناقة، دلال وفلوس ملهاش آخر. كان لما يمشي الريحة الحلوة بتاعته تسبق خطاه. ده مصعب بن عمير اللي الناس كانوا بيقولوا عليه أترفه فتى في قريش. بس القصة دي مش قصة دلع، دي قصة تحول. مصعب شاف نور الهداية بدري، كان قلبه عارف إن في حاجة ناقصة. كان بيسمع الناس بتتكلم عن رجل اسمه محمد بن عبد الله، بيقول إنه نبي من عند ربنا وبيتكلم بكلام عمرهم ما سمعوه. قرر يروح بنفسه. دخل دار الأرقم وساعتها حصل التغيير. اتكلم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن، والأول مرة قلبه دق على حاجة غير العطر واللبس. خرج من عند النبي وهو مسلم، وابتدت رحلة طويلة كلها تضحية وصبر. ولما أمه عرفت، الدنيا اتقلبت. ست قوية غنية عايزة تتحكم في ابنها، حبسته، ضربته، حرمت عليه الفلوس والراحة. لكن مصعب وقف قدامها وقال: يا أماه، إني قد آمنت بالله ورسوله ولن أرجع ولو قطعتيني إربا إربا. خسر كل حاجة، هدومه الجميلة، بيتهم المترف، مكانته وسط الشباب، بس كسب راحة البال، وكسب إنه بقى من أوائل الصحابة اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة شبه مستحيلة. لما بدأت الدعوة تنتشر في المدينة، النبي اختار مين يبعته يعلمهم الإسلام. ما اختارش حد كبير في السن أو من كبار الصحابة، اختار مصعب بن عمير، شاب صغير فقير لكن عنده إيمان يهد جبال. وراح المدينة وهو لوحده، وبدأ يعلم الناس هناك الدين الجديد، الكلمة الكلمة والبيت البيت. كان بيقنع الناس بعقله، بهدوءه، بأسلوبه. وفي شهور قليلة المدينة بقت جاهزة تستقبل النبي صلى الله عليه والهجرة العظيمة. مين اللي مهد الطريق؟ مصعب، الشاب اللي الدنيا كلها كانت في إيده وقرر يسيبها علشان ربنا. مصعب بن عمير مش مجرد صحابي، ده قصة حياة ممكن تلهم أي شاب اختار الصح ودفع الثمن كله برضاه. في الحلقة الجاية هنكمل مع مصعب في المدينة، وهنشوف إزاي كان بيغير القلوب قبل ما يحرك الألسنة. فلو عايز تكمل الرحلة، انزل اشترك وفعل الجرس، وما تنساش اللايك لأنه بيوصل الرسالة لأكبر عدد ممكن. دي كانت البداية، ولسه قدامنا الأهم.